مدرب منتخب عمان برانكو ويفانكوفيتش: تنتظرنا مباراة صعبة أمام العراق، فمعروف عنه بأنه منتخب قوي ولا يستهان به، كما أنه مستضيف البطولة، وسيكون هناك 60,000 متفرج في الملعب يساندونه، وهو مطالب بالفوز لإسعادهم، لكننا جاهزون وسنلعب بطموح كبير وبهدف الفوز، وأثق بأبناء اللاعبين وأتوقع أن أرى منهم أداء جيدا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اعترافه ببطولة كأس الخليج للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1970 في مملكة البحرين، وسيضع الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة الخليج ضمن أجندته الدولية. وتستعد مدينة البصرة جنوب العراق لحدث تاريخي حيث تستضيف النسخة 25 من كأس الخليج العربي، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها البطولة على أرض العراق بعد النسخة 1979، وتعد النسخة الحالية واعدة بالمفاجآت.